كريستيانو رونالدو يصل السعودية لبدء مشواره مع النصر، وليكن بعض التفاصيل حول الخبر. وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الاثنين استعدادا لبدء مشواره مع فريق النصر السعودي. وذكرت قناة العربية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد والوفد المرافق له يصل مطار الملك خالد بالرياض. فيما ذكرت قناة الإخبارية السعودية إنها تقرر منع كافة وسائل الإعلام والجماهير من التواجد في صالة المطار عند وصول كريستيانو رونالدو، نظرا لوجود حفل جماهيري عالمي خاص به غدا في مرسول براك. وكان نادي النصر السعودي قد أعلن مساء اليوم الاثنين طرح تذاكر حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والوفد الجديد للدوري السعودي للمحترفين في صفقة تاريخية. وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن تذاكر الحدث المنتظر وصلت، بادر بحجز تذكرتك لحفل استقبال كريستيانو رونالدو. وأضافت: ننتظركم في ملاعبنا لحضور الحفل، ويتبع التمرين المفتوح للفريق الأول لكرة القدم. سيكون كامل ريع التذاكر مخصص لأحد منصات العمل الخيري. ده كان فيديو النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.